بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم باكله حرشه جدا، حاجه كده اسكندراني جميله تحفه جدا وتفتح النفس. هنعملها بسهوله جدا، مكونات سهله قوي. نقول المكونات مع بعض، بس قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسيش تعملي لايك والاشتراك وكومنت حلو منك. تمام، بسم الله كده. اول حاجه عندنا كميه السردين المتوفره عندنا او حسب كميه او عدد الاسره عندي. وعندي طبعا نضفناه وغسلناه بسهوله جدا. انا مجرد بس بقته من الراس كده واقوم شداها بتطلع بالامعاء واروح مغسلاها وبتبقى زي الفل. عندي فلفل حراق او بارد زي ما انت عايزه. عندي كميه توم كبيره. والتوابل عندي معلقه صغيره كمون ومعلقه ملح ومعلقه كزبره ناشفه ونص معلقه او ربع معلقه من الفلفل الاسود. عندي معجون طماطم هاخد منها معلقه بس، ومعلقه كبيره من الخل، وعصير ليمونتين. هناخد المكونات دي الثوم والفلفل والتوابل والصلصه ونضربهم في المفرمه او في الكبه بتاعتنا، هيبقى معجون، عباره عن معجون. هننزل عليهم بعصير ليمونتين، نعصرهم عليهم اللي هو العصر اليدوي العادي ده. ودي كده تبقى التتبيله بتاعتنا بتاعت السردين. هنسيبها منقوعه فيها تقريبا نص ساعه، هي دوب نغلفها بس كده ونسيبها الطعم يتجانس مع بعضه والسردين بتاعي يشرب من التتبيله الحلوه دي، وتبقى جاهزه للتجهيز الصينيه. تجهيز الصينيه هنحتاج ايه؟ هنجيب بطاطسايه كبيره او بطاطستين زي ما انت حابه، ونقشرهم ونعملهم شرايح مش سميكه ومش خفيفه قوي، يعني ما تبقاش شبه الشيبسي ولا تبقى سميكه فما تستويش، لان عندي السردين هنا مش حاجه بتحتاج سوا كتير يعني. البطاطس بتاعتنا تبقى شرايح متوسطه الحجم يعني، وهنحتاج كمان شرايح ليمون وشرايح من الطماطم. بس وكده صينيه السردين دي كل مكوناتها، بس بتطلع تحفه جدا وجباره وحاجه كده تفتح النفس. اهو هننزل هنا بالسردين بتاعنا المتنضف اللي مغسول كويس جدا، وهنحاول كده ندخل التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها مع بعض. اهم حاجه التوم كتير، والكمون يا جماعه ما يكونش كتير، يعني هي معلقه واحده بس صغيره بتكون كافيه جدا، لان احنا المصريين ما شاء الله علينا بنحب اي منتجات اسماك او بحر نحط كمون كتير، فتبقى طعم الكمون والثوم هو اللي غالب على المنتج، فده ما بيعجبنيش بصراحه. فكل حاجه متوسطه حلو. ركناها تقريبا نص ساعة. جهزنا البطاطس بتاعتنا وغسلناها كويس، والطماطم وغسلناها وقطعناها كويس. هنجيب الصينية بتاعتنا، مش محتاجين انها تكون مرتفعة، يعني اللي هي الصغيرة دي اللي هي بتاعت الايه، بتاعت الهريسة. الصينية الصغيرة دي نبدأ نفرد فيها، نمسحها الأول بمسحة زيت، وبعدين ننزل على طول بالبطاطس بتاعتنا نرصها كده. هناخد القاع بس مش أكتر من كده. بعد كده نرص السردين بتاعنا، وتبقى اهم حاجه بس شكلها يبقى حلو، لان هي من الحاجات اللي بتطلع ريحه تحفه 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 يا جماعه بجد والله العظيم. وهي في الفرن بتكون ريحتها خطيره جدا وجوها وحرشه وحاجه يعني مغذيه وحلوه قوي. فننزل بقى اول حاجه هنتبل البطاطس بتاعتنا دي. تبلها انا هنا. التوابل دي انا عايزه اعمل لكم حلقه عليها او اصور لكم فيديو مخصوص عشانها. التوابل دي الحركه دي انا واخداها من ماما، بتبقى جاهزه ملح وكمون وشويه توابل كده حلو قوي. هعمل لكم فيديو ان شاء الله قريب عليه. بتبل بيها اي حاجه، سلطات، الحاجات البطاطس، الحاجات دي بتدي طعم ونكهه وجاهزه عندي يعني. باخد معلقه كده وارشها على اي حاجه بتبقى طعمها حلو قوي. نرص بقى السردين بتاعنا. زي ما قلت لك اهم حاجه الشكل يبقى حلو علشان العين بتاكل قبل البق، فنرصها بالطريقه اللي احنا عايزينها. هننزل بالكميه بتاعتنا كلها وما نمسحش طبعا التتبيله من عليها، بالعكس احنا هننزل باقي التتبيله على السمكه عشان نتبل بقى البطاطس. كان ممكن نقسم التتبيله دي نصين، يعني في فكره تانية اوقات بعملها، بقسم التتبيله دي نصين، نصها بنزل فيها السردين نصها بنزل فيها البطاطس، بحيث ان كله ياخد من بعضه. لكن هنا فضلت ان هي، لان التتبيله لما بتقلبي معاها البطاطس بتلزق شويه في قاع الصينيه، لكن كده بتبقى البطاطس شاربه تماما التتبيله لكن مش لازقه منك في الصينيه خالص. دي تكه برضو من التكرار يعني. طب انا حطيت التتبيله في اغلب في النص وسبت التلت الاخير من السردين ليه؟ لان بحب شكله يكون باين. بحب اغطي في النص كده، لكن بحب شكل السردينيه كده في رصتها دي بتكون باينه. وابدا بقى انظم بقى انزل بالطماطم بتاعتي، طبعا الكميه اللي انت عايزاها المتوفره عندك. انا عارفه ان الطماطم غاليه اليومين دول، وصلت ل 15 و20، بس بتدي طعم حلو جدا. لو انت مش حباها ممكن تستغني عنها تماما عادي يعني.
التتبيله دي ممكن ترصي بيها السردين في صينيه وخلاص، بس كده تمام يعني، ما بتحتاجش بقى بطاطس. ممكن تستغني عن البطاطس وممكن تستغني عن الطماطم، لكن الصراحه احنا بنحبها كده. وننزل بقى بشرايح الليمون اللي بتدي تست عالي جدا. احنا كده حطينا مرتين الليمون، مره في الخلطه ومره على الوش كده. بمجرد انها تدخل الفرن وتبدا بقى الريحه تتوغل كده في كل المكونات دي مع بعضها، بتخلي الريحه جباره. ما تنسيش يا قمر تعملي الصينيه التحفه الجميله القمر دي لايك واشتراك. الكارثه اللي كنت قايله لكم عليها في المنتدى، الناس اللي متابعاني، ان ايدي اتلسعت لسعه خطيره يا جماعه والله وانا بعملها. بصي ما شاء الله، الاول هوريكي هفرحك الاول واوريك انها استوت وجميله. وبصوا شكلها والريحه خطيره. شايفه التتبيله بقى على البطاطس، والبطاطس بتاعتي استوت، ما حطيناش ميه، ما حطيناش زيت، ما حطيناش اي حاجه. مجرد بس ان بتدخل الفرن الطماطم بتنزل ميتها والسردين بينزل دهون وشويه ميه، فبيسووا لي البطاطس وتمام كده. شكرا. بصوا بقى ايدي اتحرقت ازاي، اتلسعت لسعه خطيره. بس الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. انا بس وريتها لكم لان كنت كاتبه في المنتدى، في الناس اللي بتتابعيني هتبقى عايزه تعرف ايه اللي حصل. دمتم في امان الله، وباي باي، مع السلامه.